عشان نكون متفقين يا بتاع سنه اولى، ما تفكرش ان انت تخطب او ترتبط من دفعتك. اهو حبيب قلبي طالب سنه اولى، ركز معايا في الكلمتين دول واسمع من اخوك. لو دخلت وانت مش فاهم الكلام ده هيتسف عليك من الاخر. اول حاجه حبيب قلبي، انت داخل على مرحله اسمها جامعه، يعني تحتها محاضره، يعني تحتها دكتور، حصه وابله، مفيش بوابه الكليه رايح جاي، مفيش حاجه اسمها هروب من الكليه. ها، بدماغك تحضر المحاضره وبدماغك لا. ما تضحكش الناس علينا، ركز في الكلمتين دول عشان بتوع ثالثه ورابعه مستنيينك يا حبيب قلبي. عايزك تخش من باب الكليه كانك حافظ كل ركن فيها، اوعى تبين ان انت مش فاهم اي حاجه. ما تسالش اي حد خالص، انت داخل الكليه انا عارف كل حاجه هنا، اي حاجه هعطل فيها هخش اسال بتاع الامن. بالنسبه لاول اسبوع ده، هتروح هتلاقي الكليه عباره عن شويه صحراء، ان بتوع ثالثه وثانيه ورابعه عارفين اللي فيها. اول اسبوع ده مش بيبقى فيه غالبا حضور في اغلب الكليات، لا لسه هما جايين لك في الاسبوع الثاني. وعشان نكون متفقين يا بتاع سنه اولى، ما تفكرش ان انت تخطب او ترتبط من دفعتك، لان زي ما احنا ما عارفين بنات دفعتك هتتخطب للدفعات الاكبر. تامر حسني والجيتار والكتب اللي هتطير، ما فيش الكلام ده يا حبيب قلبي. انت داخل على مرحله حرفيا لو ما اثبتتش نفسك من اول سنه هتحول من اللي يحصل فيه. وما تروحش اول 10 ايام 15 يوم بنضاره الشمس، وما تسالنيش ليه، لو عارف اكتب لي في الكومنت. اخواتي البنات بلاش فول ميك اب، بلاش، عشان اول اسبوع ده او اول ترم ده عموما بتبقى الدنيا حر، فكل حاجه هتضيع، كل حاجه هتسيح. هتلاقي بنات الدفعات الاكبر رايحين عشان يسفوا عليكم. الشاب الجامد اخويا الصغير بتاع سنه اولى، ما تافورش في لبسك، روح بلبس عادي جدا، قميصك بنطلونك لبس عادي. شغل لبس الافراح ده مفيش البنصايه والكلام ده يا حبيب قلبي. روح عادي بكوتشي. وانت رايح بقى في الكليه بعد تاني اسبوع هتقابل ناس كده تحس ان هم صاحيين من النوم على الكليه، دول بتوع سنه رابعه، دول زي ما بتقول كده سوابق الكليه. هتعدي احسن سنين حياتك لو صاحبت بتوع سنه رابعه وبقوا اصحابك. انت كده في تارجت ليفل الوحش، انت كده جامد. افتكر تاني مع بعض: محاضره، دكتور، بوابه دخول وطلوع، نضاره بلاش، ميك اب بلاش. خد بالك على نفسك، اثبت نفسك في اول 10 ايام دول. ما تسالش اي طالب على اي حاجه ما تعرفهاش، الحاجه اللي تعطل فيها بتاع الامن جنبك. اخواتي المغتربين، هعمل لكم شويه فيديوهات عن الحاجات اللي تاخدوها في الكليات وانتوا رايحين، والخص لك قصص وتعب وليالي عشناها نفسي ارجعها تاني والله العظيم. عايز اقول لك ان انت في احسن سنين حياتك، فعيشها كده بالحب وظبط الدنيا مع الناس، حتى لو انت كاره الكليه وكاره المحافظه اللي انت رايحها. عيش حياتك والله بكلمك جد، مش هتعيش احسن من الاربع سنين دول تاني. وخد مني الكلام ده وروح اعمل ذكريات على قد ما تقدر. ها، اول 10 ايام هيعدوا عليك صعبين جدا، بس بعدها هتاخد على الكليه وتاخد على المكان وتعمل صحوبيه والدنيا دي، وهتبقى الدنيا معاك قوي، وتصاحب على بتاع الكافيه بقى والفطار والدنيا. عايزك تبقى على وضعك، ها، ما تصغرناش. اعمل لكم شويه فيديوهات تانية جايه باذن الله. يلا ما تنساش الفولو اخي الكريم، ما تنساش الشير، ما تنساش الكومنت. كل سنه وانتم طيبين وعام دراسي سعيد عليكم. وحابب اقول لك حاجه: الموضوع بعد التخرج مش حلو، ها، خليك شويه في الكليه.